قال في 38 عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لما خرجت قريش، هذا ربما قليل يسمع، هذا المعنى ابن الأثير في الكامل، كامل في التاريخ، هذا ابن الأثير اللي هو منين؟ من القوم، هذا ناقل هذا المعنى. ومن عندنا الكافي الشريف ناقل هذا المعنى بسند صحيح، سند معتبر، سند جيد، ناقل هذا المعنى من طرقنا المعصوم ناقله، ومن طرق القوم ابن الأثير ناقله اللي هذا قليل ربما يسمع وينقل. لتستغرب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما خرجت قريش إلى بدر وأخرجوا بني عبد المطلب معهم. وأخرجوا من معهم؟ مو كل بني عبد المطلب كانوا مهاجرين، أكثرهم كانوا موجودين، فإجوا ضغطوا عليهم لازم تطلعون ويانا إلى بدر. من جملتهم منو طلعوا؟ بعد قرينا العباس، قرينا عقيل، قرينا نوفل، بس يجيك واحد جديد. خرج، يقول أخرجوا معهم، منو من جملة من خرج معهم؟ طالب ابن أبي طالب. من هو هذا؟ أخو عقيل، أخو أمير المؤمنين. هذا هم جابوا وياهم، هذا هم السنة ناقلي، هم كتبنا الحديثية اللي هي أهم شيء. هذا يقول جابوه، قالوا له، قالوا يلا أهل الرجز خل يقرون الرجز. الرجازة قام يقرون الرجز، قال أنا هم عندي رجز. من هو؟ طالب، قال أنا هم عندي رجز، يلا تفضل. خب بحسب الظاهر هو جاي مع من؟ وياهم. قال يا رب إما أن تعززن بطالبي في منقب من هذه المناقب، في منقب المغالب المحارب. شلون تعززه؟ بجعله المسلوب غير السالب، يعني إلهي اجعلني مسلوب ما تجعلني سالب، يعني اجعلني وجعله المغلوب غير الغالب. عرفت شنو صار ولا؟ يعني دا يقرأ رجز في نفع المشركين أو ضدهم؟ ضدهم. مقصوده ويقرأ رجز مقصود عن الجميع، يعني اجعل الجميع مسلوبين مو سالبين، مغلوبين مو غالبين. فقالت قريش، قالوا لك شنو هذا؟ شنو هذا منزلي ويقول شعر ضدنا هذا؟ فردوه بسرعة، مسكوه جابوه، قالوا شوف هذا الآن هنا ما لازم يبقى، هذا رجعوه إلى مكة بسرعة، أصلا هنا ما لازم يبقى هذا. إذا يبقى الناس تشوفه يتذكرون شعره ويخشى منه من بقائه. هذا لاحظتوا؟ هذه من جملة الأمور اللي ذكرت في وين؟
في غزوة بدر. نكتفي لهنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.